جمهور الاهلي بيتبسط مني. سيبك من اللجان بس. انما جمهور الاهلي مبسوط منك جدا عشان والله عشان بقول الحق. طب على الاهلي وعلى الزمالك. الاهلي امبارح يكسب ولا ايه؟ لا يخسر. ليه كابتن كم الفرص دي وتقول لي يخسر؟ ما هو انت ده اللي انت لسه قايلها من شويه. ده اللي يدل عمر النادي الاهلي ما بيجي له 7 فرص ويضيعهم. النفسيات مش كويسه مش خالصه، دي رقم 1. رقم 2 في جون صحيح 100%. هقول لك الدليل وبعد كده انقل على الكابتن مجدي. اولا الكره في نص الايه؟ الملعب صح؟ جنب الراجل بتاع زد اللي هو احمد طارق علاء. جنبه مين؟ اللايمان اللي هو حاسب لك فاول على مروان عطيه ما فيهاش الهوا، اللي هو رفع للحكم والحكم حسب. فهي لو فيها حاجه من البدايه كان هيرفع. انما هو عارف ان جاي من ورا. انت ما تروحش تجيب لعيب يبوظ لي اوضه اللبس. اللي هو مين؟ زيزو. ليه؟ ما زيزو كان ليه عروض برضه ما كانش عنده عروض زيزو بره؟ ما يبقى عنده، يبقى انا مش عايزه. ليه؟ لان ما هو انت دلوقتي لما انت جبته رامي ربيعه ما جددش. الشناوي قال لك في حديث كله سمع وكله شافه، قال لك انا عايز زي ابو زيزو. حصل؟ حصل ولا ما حصلش؟ فاذا هنا انت امام عاشور مش عايز. الفتره اللي فاتت كان زعلان ليه؟ عشان ان هو يتساوى بزيزو. فانت دلوقتي كان لو انت ما جبت زيزو وجبت تريزيجيه لو بمليار دولار ما كانش حد يقدر يتكلم، لان ده لعيب محترف وكله عارف قيمته وفي الاول وفي الاخر ابن النادي الاهلي. طيب كابتن، اللعيبه دي كانت كلها تستحق المبالغ المحطوطه دي حتى الان او اللي واخدينها حتى الان؟ السوق بيقول كده. السوق بيقول لا مش السوق اللي بيقول كده. خلاص كابتن مجدي السوق ما بيقولش كده. كابتن مجدي السوق بيقول كده. خلاص بعد اذنك. خلاص طيب سريعا عشان انا دقيقه بالظبط وللاسف كده احنا هنخلص الساعه كام؟ 1. ليه؟ مش احنا بقى لنا ربع ساعه؟ معلش عندنا بس مواعيد وطبعا حاجات طبعا في رمضان الناس بتنبسط بيها. انبسط بيك الجمهور. لا او الجمهور انبسط بيك. جمهور الزمالك مبسوط بيك يا كابتن رضا، وجمهور الاهلي مبسوط بكابتن مجدي طبعا. اسمع بس اقول لك ايه،